اكيد عطلت القمر ده عن النزول. لو الوقت مش مناسب اجيلك مره تانية. لا عادي يا طنط، ده انا كنت نازله اتمشى من الزهق، مفيش اي حاجه اعملها بدل القعده لوحدي. المهم هعملك حاجه تشربيها ونقعد نتكلم مع بعض. لا انا مش جايلك عشان اشرب حاجه خالص، انا جايه اكلمك فرصه ومحمود مش هنا، وجايه احللك كل مشاكلك والفراغ اللي انت فيه ده. مش انت لسه بتقولي انا زهقانه من قاعده لوحدي؟ انا جبتلك الحل، اقعدي بس. كلمي يا طنط، قولي. مش فاهمه قصدك. قصدي ان انا عارفه ان الحاجه الوحيده اللي بتقضي على الملل والوحده بتاعت الست تحديدا هي حته عيل، وعارفه ان انت نفسك تبقي ام، وانا كمان عايزه اشيل حفيدي. ما انا بحاول يا طنط، في ايدي ايه؟ بس تقريبا انا اتاخرت قوي. مفيش حاجه يا حبيبتي ابدا بعيده عن ربنا، المهم ان احنا نفضل مصرين ونفكر في حلول مختلفه عشان نعرف نخلف. وحضرتك شايفه ايه الحل؟ اديني بحاول. يا حبيبه قلبي لو انت اتاخرتي في غيرك ما اتاخرتش، ولو انت كبرتي شويه ولو انك زي القمر في غيرك لسه صغيره، ولو انت مش قادره على الخلفه ممكن يتجوز غيرك تكون قادره. الحل ان هو يتجوز عليا؟